السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، وقفنا في الحلقة السابقة على دعاء الخروج من المنزل وانطلقنا المطار. فمن الأفضل لنا أننا نبكر في الوقت، وكل ما خرجنا بكري كل ما كان أفضل. وإحنا في طريقنا للمطار ما نساوش أننا في عبادة اللي كتطلب منا الصبر كيف ما ذكرنا من قبل. وأول اختبار ديال الصبر كيبدا في المطار وإحنا كنتسناو 4 سوايع وممكن أكثر عاد نركبوا في الطائرة، فنكونوا قدوة لغيرنا ونتحلاو بروح التسامح والتعاون ونساعدوا بعضنا البعض. نقوموا بالإجراءات ديال المطار على أكمل وجه، نتأكدوا أن المعلومات ديالنا كلها صحيحة، نعمروا الأوراق اللي عطاونا نعمروهم، ودائما نعطيو الأسبقية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء. نتأكدوا من وقت إقلاع الطائرة ونرتديو البادج ديالنا اللي ما غيفارقناش طيلة رحلة الحج. إلا كان عندنا متسع من الوقت والطائرة ديالنا مازال بعيد وقت الإقلاع ديالها، ما فيها باس نمشيو نجدوا الوضوء ديالنا، حيث الوضوء في الطائرة ممنوع منعا كليا. جا دابا وقت الصعود للطائرة، نلتزموا الهدوء والنظام، وأيضا نتبعوا تعليمات طاقم الطائرة وما نتسابقوش للبلايص. كل واحد عنده رقم المقعد الخاص به. من بعد ما استقرينا في المقاعد ديالنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونقول دعاء السفر اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. إلا قدرنا نقولوا كامل مزيان، ما قدرناش نقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إن شاء الله وبإذن الله غتقلع الطائرة في أمان الله، ما نخافوش ونكثروا من ذكر الله. قبل ما نوصلوا بنصف ساعة لميقات رابغ، طاقم الطائرة كيخبرنا بوقت الإحرام مباشرة. فاش كيعلمنا نوجدوا راسنا لبداية الإحرام وما نتسناوش حتى يقول لينا راه وصلنا ليه، فربما ما يعاودش يفكرنا. هذا بخصوص الحجاج اللي غاديين لمكة. أما الحجاج اللي غاديين للمدينة فالإحرام ديالهم كيبدا في أبيار علي. مباشرة فاش كيخبرنا طاقم الطائرة باللي قربنا الميقات رابغ اللي هو وقت الإحرام، بالنسبة للرجال يحيدوا الجلابة اللي لابسين على الإحرام ديالهم استعدادا لبداية الحج، وكل واحد منا يشوف الساعة ديالو ويحسب نصف ساعة ويبدأ الإحرام. الإحرام ديالنا غيبدا بالنية، يعني غنويو في الداخل ديالنا بلا ما نتلفظوها أننا بدينا في المناسك ديالنا. لما نعرفوا روسنا وصلنا للميقات غنقولوا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وحنا ذكرنا التمتع حيث هو اللي كيديروه أغلب المغاربة. ونذكركم أننا كنهضروا على اللي غاديين مباشرة لمكة، ماشي اللي غاديين للمدينة. كنقصدوا بالتمتع هو أن الحاج كيمشي كيقوم بالمناسك ديال العمرة أولا، لما كينتهي منها وكيحلق أو كيقصر الشعر ديالو كيتحلل من الإحرام، وكتولي المسائل اللي كانت محرمة عليه وهو محرم حلال عليه. كيرتاح بعض الأيام حتى كيخبروه بموعد الحج باش يدخل في الإحرام مرة أخرى. لما نوينا الإحرام وقلنا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، من المفروض أننا نكون على وضوء كيف ما سبقت شرط لكم، لأن الوضوء في الطائرة ممنوع منعا كليا، واللي تعذر عليه الوضوء في هذه الحالة تيمم جائز. إذا دخلنا في الإحرام نوينا التمتع بطبيعة الحال حنا على وضوء، شنو بقى دابا؟ نصليو ركعتين اللي هما سنة في المقعد ديالنا، وبعدها كنبداو في التلبية اللي الصيغة ديالها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونلتقي إن شاء الله في بيت الله الحرام.